رحل. رحل. رحل الذي كان إذا مشى خيل للناس أن الريح تتبعه، وأن الكاميرا تندس كالسر في صدر الحكيم. رحل الذي لم يكن يخرج الأفلام، بل مشاهد علقت بالذاكرة لتقاوم التجاهل، لأنها ببساطة تأبى النسيان. كان محمد الأخضر حمينة لا يركن لظل أحد رغم حرارة الواقع. وقائع سنين الجمر لم يصنع مجدا شخصيا، بل أعاد كتابة الرواية الكبرى على شاشة شفافة العمق نابت عن كل المخطوطات. وحين تقدمت به السن رجع مع غروب الظلال ليذكرهم بأن التاريخ لا يموت، وأن الظلال ليست سترا بل شهادة. انطفأ الجسد لكن الفيلم باق، والصورة لا تموت. فسلام، سلام على من جعل السينما سلاحا ومن الجدل بطولة. سلام على محمد الأخضر حمينة، المخرج المناضل، الحكاية التي لن تروى كاملة لأن الذاكرة أعجز من أن تحتويها.